بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا داخلين على الشتاء بقى، ومعظم الأمهات بيسألونا يقولوا لنا ألبس ابني كم قطعة. يا جماعة، معظم مشاكل الأطفال في حديث الولادة، خاصة في أول سنة في فترة المناعة ضعيفة جدا، هي أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي اللي هي النزلات المعوية والنزلات الشعبية والالتهاب الرئوي والجفاف وإلى مزاج. هل كل ما بنتقل كل ما يبقى آمن؟ لا، الحقيقة لا، ودي معلومة شائعة غلط خالص. انت بتلبس ايه الصح؟ انك تلبس حاجة داخلية قطن وحاجة خارجية تقيلة شوية بقى في الشتاء، وتبقى مثلا بنص كم في الصيف وهكذا. يعني هم مفيش غير قطعتين، صيف شتاء قطعتين طالما انت في البيت. تمام؟ طيب هتخرج بره البيت ممكن تزود قطعة كمان، خاصة لو انت خارج الصبح بدري او متأخر في الشتاء مثلا. ليه بنقول الكلام ده؟ لان انت لو عامل قطع جوه البيت أو سواء هتخرج او جوه البيت نفسه اتعرض لشباك مفتوح او هواء وهو عرقان من كتر الهدوم اللي انت رصاها عليه دي، سهل جدا انه يعيا، بعكس ان هو جسمه يبقى هادي ومش عرقان، فبيبقى الموضوع اصعب. يعني دي نصيحة لكل الامهات، ما تقلوش ومش بعدد القطع يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.